مسا يا جدعان. اول حاجه هنتكلم عليها، نخش في الموضوع على طول يعني. اول حاجه هتكلم عليها هو هجوم الجمهور على البروف. كل عمال يقول ان التشكيله دي ما كانتش التشكيله الامثل للبروف يبدا بها المباراه. اول حاجه التشكيله دي عزيزي المتابع، التشكيله اللي انت بتلعب بيها حاليا انت بتلعب بيها بقالك ماتشين وكمان من الموسم اللي فات من بعد ما بن شرقي مشي. دي حاجه انت مش مستوعبها ولسه مستوعبها دلوقتي. طب احنا كنا بنكسب ازاي؟ فاهم؟ تاني حاجة كل عمال يتكلم ويقول لك ان المفروض كان ينزل كذا، المفروض كان يعمل كذا، المفروض كان اصلا يبدأ ده بالتشكيل الاساسي، المفروض كان يدخل مش عارف مين واد من الناشئين كده، المفروض كان يدخله ويلعب مهاجم وحاجات كتير ومهاترات وحاجة اقسم بالله تخلي الواحد يتشل. طب البروف ده مش هو اللي خدنا معاه الدوري؟ ولو كان البروف كسب المباراة الكل كان هيطلع يشيب بيه وازاي بقى والذكاء والحنكة ومش عارف ايه. البروف ما لعبش ماتش وحش. الماتش ده والله العظيم ماتش عادي وماتش كويس البروف عمل فيه كده. نقعد نتكلم ونقول انت خسرت بقى خطأ فردي، لازم انت تكون مدرك كده. خطأ فردي الوردي رجعها غلط، برونو سافيو جاب الاول. دي كلها تلخبط حسابات المدير الفني اللي واقف على الخط ده. هو مش معجزة يعني، هو مش جامد قوي يعني ان هو ايه لا هجيب لك جولين 3. لا، هو انت بتكون مسيستم المباراه وحاطط للمباراه اهداف وحاطط ومقسم المباراه. في اول ربع ساعه انا هبدا متحفظ مش عارف ايه، بعد كده هحاول اجيب جون، بعد كده مش عارف هعمل ايه. ممكن في الشوط الاول انا كله التارجت بتاعي ان انا اطلع تعادل 0-0، ان انا اهلك الفرقه الثانيه وبعد كده في الشوط الثاني ابدا اهاجم. نرجع ونقول انت الماتش اوفرول متكافئ فشخ يعني. انت الاهلي ما كانش بيعمل علينا سكسي فوتبول وجاب 5 اهداف او راح على المرمى ب 500 جون. انت في الشوط الاول هو ما راحش، احتمال كبير ما راحش اصلا بالهجمه غير بتاعه الورد دي اللي دخلت فينا جون. افتكر لي كده حاجه مميزه دخلت فينا واخترق من العمق وبعد كده مش عارف عواد شالها وبتاع. مفيش حاجه، انت خسرت بخطأ فردي. ونرجع بقى نتكلم ونقول لما انا قلت وطلعت ببوست كده والبوست هتشوفوه هنا، طلعت وقلت ان مفيش صفقه لحد دلوقتي قدمت المردود الفني ونجحت مع نادي الزمالك لحد دلوقتي. ايه رايكم دلوقتي؟ وقلت الوردي مهزوز جدا وبتاع، لكن في خامه ان هو لاعب بصير كويس لما الكره بتكون في رجله، لا لاعب كويس يعني ويجي منه. ايه رأيكم دلوقتي؟ هو الواد مهزوز اصلا، الواد مهزوز ما عندوش شخصية الزمالك، ممكن يجي منه بعد كده، لكن اول ما جه هو لسه مش احسن حاجة. وبعد ما انا قلت كده ونزلت البوست، في ناس في الكومنتات بقت بتشتم وتقول لك ازاي يا عم سيب استقرار الفرقة وسيب مش عارف ايه، وانا بقى وانا بشتم بامه حضرتك يعني. انا بقول لك اللاعب ده مهزوز، اللاعب ده مش احسن مش الجامد، مش اللاعب السوبر. هل دي حاجه هتقلل منه؟ لا، هو كان لاعب كويس، لكن شخصيته لسه مهزوزه، لسه مش منسجم مع الفرقه. عنده سلبيات كتير. دي حاجه لازم تحطها في الاعتبار، ان هو اللاعب ممكن يكون حلو وممكن يكون وحش. مش كل اللعيبه اللي الصفقات هتعملها هتكون جامده جدا وهتصنع لك الفارق وهتكون من احسن لعيبه في العالم. مفيش كده. لما انا بقول كده انا ما بقللش من زملكاويتك حضرتك يعني. لما انا بقول على اي لاعب انا ما بقللش منك والله. ده لو شتمتك بابوك مش هتدافع عنه كده يعني. وانا بكده مش بحمل الوردي الاخطاء وبحمله المباراه وبتاع، لا هو اخطأ في المباراه وكان وحش، لكن الواد اوفرول يجي بعد كده، ممكن يجي منه بعد كده. الواد بصير كويس وبيمرر بين الخطوط بشكل كويس، لكن ممكن خطأ زي ده يعني خطأ زي ده ممكن يهز ثقته في نفسه اكتر ما هي مهزوزه. الواد زي كمان جسمانيا مش احسن حاجه وبتاع. تاني حاجه هنتكلم عن طريقه البروف والتغييرات اللي كانت المفروض تتعمل. انت ما كانش عندك ميسي على الدكه ومنزلتوش يعني. انت فرقتك انت لازم تقتنع ان انت يعني تقنع نفسك ان فرقتك فرقه كويسه وفرق الكوره بفضل المدرب، لكن مش احسن حاجه من العناصر يعني. انت متخيل انت معاك لعيبه كتير، لو شلنا اللعيبه دي ودينا كل واحد منهم على الفرقه على الحال ما هتسمع اسمه تاني، غير بقى بعض اللعيبه في نادي الزمالك والله ما هتسمع اسمه تاني. ولو جبت شويه لعيبه مع نادي الزمالك هياخدوا بطولات
بفضل مين؟ بفضل المدرب، لانك معاك مدرب تقيل. انت ما كانش معاك ميسي على الدكه وما نزلتوش، لازم تقتنعوا بكده. ما كانش معاك الفرقه كلها كريستيانو على الحلال. المدرب لو كان حط يعني 11 ميسي وواحد نوير، اقسم بالله هيقول لك لا، في ميسي، الميسي اللي هو الباك شمال ده مش حلو، مش مكيفني كده، طلعه يا عم ونزل ميسي التاني، فاهم؟ والله هيختلفوا في اي حاجه، احنا شعب زياط. خساره نادي الزمالك النهارده دي لازم حاجه جمهور نادي الزمالك يبني عليها واللعيبه تبني عليها للي جاي، لانك انت عندك دوري وعندك كاس وعندك افريقيا، عندك بطولات كتير لازم تحارب عليها الفتره الجايه. بطوله ضاعت مش مهم البطوله، واضرب والتحم وكسر واعمل كل حاجه عشان ناخد البطوله الجايه. لازم المدرب يتعامل معاهم كده، واكيد هيتعامل معاهم كده، مش انا اللي هقول له ده. البروف احسن من مليون مدرب اقسم بالله دخل الدوري المصري، والله يعني مفيش حد يقدر يعلي على الراجل ده، ولا انا هقول لازم يعمل ولا لازم يسوي. والله العظيم معظم الناس الموجوده في البرامج، انت عارف لو الزمالك مثلا كسب بخطأ فردي على الحل هيقول لك المدرب بتاع الاهلي وحش. طب وحش ازاي؟ ده خطأ فردي حضرتك، هو وحش، ما عملش حاجه، ما جابش التعادل ليه؟ ها، هو مصاطب على الحلال، مصاطب. هم قاعدين على المصطبه كده بكوبايه شاي. معظم المحللين اللي قاعدين في البرامج قاعدين لمجرد انهم اسمهم كبير او كانوا لعيبه كويسه. يا جدعان يعني بشكل عام بقى، وعشان نخلص الحوار ده، انت مش لازم حاجه تاخدها من البرامج بفكرك. انت عندك اللعيب ده انت شايفه وحش، قول وحش. اللعيب ده انا شايفه حلو، لكن الميديا والناس على السوشيال ميديا مقطعين فيه، لا انت اللي قول وحش، انت قول حلو. لا انا شايفه حلو خلاص، انا الحاجه اللي انا بشوفها بقولها، مش الحاجه اللي اسمعها، مش الحاجه اللي اشوفها وخلاص بوست على السوشيال ميديا ده قال ده وحش يبقى خلاص وحش. احنا كده. فيا جدعان ركزوا والله العظيم في الحاجات دي. الاعلام اقسم بالله بيضحك عليكم وبيخليكم غيابين مش شايفين. انتوا بتسمعوا الماتش مش بيشوفوه. احنا بقينا شعب بيسمع الماتش مش بيشوفه. فيا جدعان في اخر الحوار يعني صفقات نادي الزمالك مفيش حاجه لحد دلوقتي فيهم نجحت، ولا حتى البسبوسي ولا حتى سامسون ولا الوردي ولا السيسي، معلش يا ريس، ولا الواد التاني ولا اي حد. انت ما عندكش صفقه نجحت لحد دلوقتي، مفيش صفقه قدمت المردود الفني مع الزمالك لحد دلوقتي. فانت ما تدعمش اللعيبه لمجرد انهم جايين نادي الزمالك، فاحنا خلاص بقى اللعيبه دي هتبقى هتطلع نار من بقها وهتطلع نار من اماكن تانيه، فاهم؟ لا، اللعيبه اللي جايه دي انت تحطها تحت التقييم، عملت ادت والله انا بدعمك وبقف في صفك وبتاع، وهدعمك طول ما انت موجود في نادي الزمالك، وطول ما انت بتدي نادي الزمالك، وطول ما انت لعيب كويس وبتفيد الفرقه. لكن مش هطلع اللعيبه واخليهم سوبر ستار لمجرد انهم جايين نادي الزمالك. هما مين دول اصلا؟ يعني اللعيبه اللي جايه دي عملت ايه؟ عملت ايه نادي الزمالك؟ ماليش دعوه بقى بالفرقه اللي هي عملتها. نرجع ونقول تاني الزمالك فرقه كويسه، الزمالك افضل فرقه في مصر حاليا بكل حاجه، بكل حاجه انت عايزها. انت خسران بخطأ فردي، لازم انت تكون مقتنع بكده، ولازم انت تكون شايف كده. اصل انت اكيد قاعد مش قاعد بتسمع الماتش، مش قاعد بتتفرج على راديو يعني. انت الحاجات دي انت شايفها عندك في المباراه الشوط الاول انت خطأ فردي هو اللي كلفك الحوار ده كله، والهرجله اللي حصلت بعد كده هو ده الخطأ الفردي اللي انت لازم تدعم فرقتك. ما تقولش كان المفروض يعمل والمفروض يسوي والمفروض كنا نعمل كذا والمفروض مش عارف ايه. مفيش الحاجات دي. انت متصاب منك الونش ونضاي وبعد كده فتوح وبعد كده وعندك كمان دونجا مش موجود وبتاع، كل الحاجات دي مؤثره على الفرقه، وبالاخص الونش ونضاي وفتوح. انت عندك هيكله الفرقه، احسن ناس في الفرقه مش موجودين. وبس كده يا زعيم، دي الحاجه اللي كنت طالع اتكلم فيها معاكم وحبايبي والله. سلام.